عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ بغض النظر عن الجنازه اللي كانت في استوديوهات بي ان سبورت ما بين الشوطين لما كانت النتيجه 1-0 بس للنادي الاهلي، والجنازه دي كانت باينه على وش الاخضر بالريش وطارق ذياب، وبغض النظر عن صوت مذيع اللقاء والميتم اللي كان باين في صوته، ومش عارف ازاي ده اصلا اترقى في الدرجات في بي ان سبورت لحد ما بقى مذيع او معلق مباريات اللي اسمه محمد بيه بركات. وبغض النظر عن ان كهربا وحسين الشحات هم السبب وتفننوا في ان الشوط الاول يخلص للنادي الاهلي فرق هدف واحد فقط مش 4-0. كهربا بيضيع جونين وحسين الشحات بيضيع هدف، كلها انفرادات صريحه وضيحه جريحه ما تستحقش غير انها تتقطع الكوره جوه الشبكه، ولكن بيتفننوا ان هم يضيعوا 3 انفرادات ضايعه وهدف بيرسي تاو. الشوط الاول بس يخلص مستريح 4-0 بغض النظر عن كل الظروف اللي حصلت، وبغض النظر عن ان كهربا ضيع هدف في الشوط الثاني غير الهدف اللي جابه، وبغض النظر عن ان طاهر لما نزل ضيع هدفين واحمد عبد القادر لما نزل ضيع هدف، وبغض النظر عن ان لعيبه النادي الاهلي كلها مقضياها انفرادات بس في الشوط الثاني في مباراه كانت تخلص 7-0. 7-0 وانا عارف انا بقول لك ايه، 7-0 مستريح لصالح النادي الاهلي وتبقى نتيجه فاضحه. النهارده ثلاثيه للتاريخ، ولكن كنا عايزينها فضيحه لان الفرقه دي تستحق الفضيحه على اللي عملوه معانا على مدار تاريخنا من فضايح. الفرقه دي كانت تستحق فضيحه اكتر من ثلاثيه فقط لا غير. ولكن هرجع واقول جوزيه ما يتكررش تاني. جوزيه اللي في مباراة ال6-1 في ماتش الاهلي والزمالك ما بين الشوطين والنادي الاهلي مخلص الشوط الاول 3-1 ودعك الزمالك، دخل وزعق للعيبه ما بين الشوطين وقال لهم ان الشوط الاول ده المفروض يخلص 5 أو 6، ازاي تخلصوه 3 بس؟ ونزلوا لعيبه الاهلي الشوط الثاني داسوا على وش الزمالك عشان يخلصوا اللقاء 6-1، وبعد اللقاء 6-1 جوزيه مش عاجبه النتيجه وبيقول لك كانت المفروض تبقى 8. بغض النظر عن كل ده، بس اظن دلوقتي الكل عرف والدنيا كلها عرفت مين الكبير في القارة دي في الكورة. اظن الناس كلها والدنيا كلها عرفت وبالذات القارة الافريقية مين الكبير ومين اللي لو لعبتوه كورة بس محدش هيقدر عليه. اظن دلوقتي كله عرف مين هو النادي الاهلي، واظن دلوقتي واضح للجميع ان 10 نجوم على تيشيرت النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ده رقم ظالم، ده رقم ظالم. والعدل ان هو يبقى 16 17، وانا مش ببالغ، وانا هنا مش طالع ترول، انا طالع النهارده بحكي لك حقائق انت شفتها بعينك النهارده في ال90 دقيقه. النادي الاهلي محدش يقدر يلعبه كوره. عشان كده اللي عايز يكسب النادي ده والشعار ده بيعمل معاه حاجات مالهاش علاقه بالكوره. اشي واحد فرقه تاخدك الساعه 3 العصر في ملعب اشبه بالجنينه، والساعه 3 العصر في ظروف غير ادميه. لو بيلعب فرقه البرازيل، لو البرازيل بتلعب ضد سان داونز الساعه 3 العصر في بريتوريا في درجه حراره 39 ولا 40 وفي ملعب مرفوع اصلا عن سطح مستوى البحر كام 100 متر، مئات الامتار عن ارتفاع سطح البحر، والله لو البرازيل ولا ريال مدريد ولا بايرن ميونخ ولا السيتي ولا برشلونه 2009 لعبوا في الظروف دي لا يخسروا. والله العظيم 3 اللعيبه ما هتقدر تتحرك من مكانها ومحدش هيقدر ياخد نفسه، اللعيبه مش هتلاقي اكسجين تتنفسه اصلا. واحد ياخدك الساعه 3 العصر عشان يلعبك، والتاني يعمل لك نهائي قاري من ماتش واحد، ذهاب بلا عوده، ذهاب بلا اياب، والماتش ده يتلعب على ارضه والجمهور مالي الاستاد، والألف بتوعك اللي مسافرين من القاهرة للمغرب عشان يحضروا المباراة يتمنعوا من الدخول، وعندك خالد مرتجي يتصل بالكاف ويتصل ويقول لو الألف بتوعي ما دخلوش والبنرات بتاعتي ما دخلتش أنا مش هلعب، ويبقى الجمهور مشتت وداخل مش قادر ياخد نفسه وداخل بخناقات، مجلس الإدارة مش عارف يخش، اللعيبة تروح تلعب في جو إرهابي في وسط 40-50 ألف متفرج كلهم معاهم شماريخ ومعاهم صفافير ومعاهم ليزر ومعاهم بوش وش قنابل صوت وش مسدسات صوت عشان يقدر يكسبك. والكرة لما تطلع اوت محدش يعرف، ما تلاقيش حد يديك الكورة لو انت خسران 1-0. كل ده بيحصل
واحد تاني فرقه ثالثه اللي هي النجم الساحلي في 2007 تعين لك العرجون حكم ملاكي في ماتش اعتزاله، وما بيتقيش الله فيك وبيخليك تخسر 3-1 على ارضك بفعل فاضح في استاد القاهره، بفعل ملوش علاقه بالكوره. واحد تاني يجيب لك انرام ويحط الكرة بايده قدام عين اللاينز مان في اول 5 دقايق من اللقاء، يقتلك نفسيا. عشان كده لما الاهلي بيلعب كورة كل الناس عارفة والقارة كلها عارفة ان انت ما تقدرش، انت ايا كان مين، انت زمالك، ترجي، اسماعيلي، وداد، رجاء، صن داونز، كله، صفاقسي، نجم ساحلي، افريقي، تونسي، اي حد في القارة دي ما يعرفش يلعب ضد النادي الاهلي كورة، ما يعرفش يلعب كورة ضده. لان لو لعب كورة زي النهاردة الترجي في ارضه بس من غير جمهوره ومن غير الاجواء الارهابيه ومن غير حكام مرتشيه مدفوع لها ومن غير فرع يعطل وفرع عطلان ومش عارف ايه، من غير الظروف دي كلها تلاعبني كوره راجل لراجل 11 ضد 11 في ارض طبيعيه وفي ظروف طبيعيه وفي حكم عادل، اديك شايف بيحصل فيك ايه. 3-0 مع الرأفة وجمهور الاهلي مش راضي عن النتيجه وبيقول كانت المفروض تخلص 6-7-0 على ارضك. النهارده النادي الاهلي لاول مره بيسجل ثلاثيه في رادس، النهارده النادي الاهلي لاول مره بيسجل لاعب واحد ثنائيه في الترجي في رادس، النهارده الفوز رقم 6 للنادي الاهلي في رادس. محدش يعرف يعمل الارقام دي غير النادي الاهلي. هتقولي طب ما هو الترجي كان بيلعب من غير جمهوره، ده لو انت بجح قوي يعني، والبجاحه اكله منك وشاربه، هرد عليك هقول لك النادي الاهلي في 2012 كان بيلعب بدون دوري، مش هقول لك بدون جمهور، بدون دوري، ما عندوش دوري اصلا. لعيبه كانت ما بتاخدش مرتبات لان ما فيش دوري، لان ما فيش اصلا حد يقبضها، ما فيش حقوق رعايه، ما فيش كل حاجه، ما كانتش البلد واقفه عطلانه ثوره. والنادي الاهلي لعب بدون جمهور وبدون دوري، وكمان اقدر اقول لك بدون مدرب وبدون حارس مرمى، لان ساعتها كان المدرب حسام البدري وكان حارس المرمى شريف اكرامي، وطبعا دول حدث ولا حرج عليهم، مستواهم معروف للجميع. النادي الاهلي كبير القوم وسيدهم في القاره دي، محدش يقدر يرفع عينه فيه كوره. هتلاعبني كوره هبهدلك، احنا فرق كوره، فتعالى لي في الكوره. تقدر تجي لي كوره؟ ما تقدرش. النهارده لما الاهلي سجل وبيرسي تاو سجل الهدف في الدقيقه 8 كنا بنلاقي الكوره لما بتطلع حامل الكرات بيرمي الكوره بسرعه. يا لهوي، انا واحد ما بشوفش الكلام ده، الكلام ده بيحصلش. الكلام ده طبعا عشان الترجي لما بيلعب في ارضه بتبقى على طول الترجي ضاغط الاهلي او الترجي في مصلحته ان هو يخرج تعادل، فكانت الكره لما تطلع خد عندك دقيقه ونص عقبال ما الكره تنزل. دلوقتي الكره لما بتطلع اللعيبه بتجري تجيبها، لعيبه الترجي بتجري تجيبها، لما بتتلعب بتبقى الكره ضربه مرمى للترجي الجون بيروح بسرعه ويكلم الواد حامل الكرات عشان يحدف له الكوره. النهارده الكوره لما بتطلع حامل الكرات بيجري يقوم حادف كوره بسرعه تاني، ولما الكوره بتنزل بالغلط تبقى في كورتين في الملعب بتلاقي حامل الكرات نط بسرعه، نط الحاجز الاعلاني ودخل الملعب وجاب الكوره وخرج عشان الحكم ما يوقفش اللقاء. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه يا جماعه ما تلعبونا كوره يا جماعه؟ عشان كده، عشان الاسباب اللي انا بقولها لك ديت الاهلي مكروه في كل القاره. عشان الاسباب اللي انا بقولها لك ديت الاهلي محدش بيحبه الا جمهوره. عشان الاسباب اللي انا بقولها لك ديت كل الفرق ممكن تجتمع عشان توقع النادي الاهلي، لان محدش عارف يغلبه كوره، محدش عارف يقرب لمستواه. دمت لينا فخر يا اهلي، ودمت لبلدك السبب الوحيد اللي بيفرحها على المستوى المحلي والدولي والقاري والعالمي. دمت لينا يا اهلي فخر لجمهورك، دمت يا اهلي لجمهورك تاج على راسهم، ودمنا احنا تاج على راسك يا اهلي. لا تقدر تستغنى عننا ولا نقدر نستغنى عنك. ومفيش كلام تاني يتقال، اظن مفيش كلام تاني يتقال. لحد هنا وبتكون حلقة انتهت. اتمنى اني كنت ضيف خفيف على حضرتك. بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخصك جدا. دمتم جميعا بألف خير. صلي على سيدنا محمد، ما تنساش دي اهم حاجة في يومك. السلام عليكم.